وزير داخليه ده يفتر عبد الامير الشمري بالمحافظات، ليش ما يجي بكركوك؟ عشان بالقران بقى اقول له اخاف من الله. ثوره التشرين بدات من جنوب بغداد، انطى 700 شهيد. بالقران احنا ننطي مليون. باي شارع صلاح الدين بدات ثوره تشرين من بصره الى بغداد، لا ثاني لا يبدا من كركوك. بالقران مليون شهيد ننطي، ما نطلع منها. خلي يسمعني السيد وزير داخليه، خلي يجيب كركوك يجتمع ويا قائد شرطه كركوك ويا مراكز، خلي يجتمع يجي. ما يصير هذا 9 دفاتر منين يجيب عالم؟ هسه يفتر هو بالمحافظه. هسه رئيس وزراء السوداني راح لاقليم كردستان، ليش ما يجي كركوك؟ شاكو عنده باقليم، اقليم احنا ما لنا شغله باقليم، ليش ما يجي يزور كركوك؟ انت رئيس وزراء، رئيس جمهوريه الله يرحمه ما ثاني يفتر. انا ما شايف رئيس جمهوريه قاعد هسه لا يحل لا يربط، ما يفتر، بس يجي قاعد شايف. خليه يجي دزلنا، نطلب من وزير داخليه خليه يجينا، هو سوداني مو يفتر على اقليم سليماني واربيل. خليه يجينا، عمي ما يجي. شنو السبب؟ سبب شنو؟ هو راح حسب اربيل يجتمع لو بالسليمانيه، ما يجي كركوك، ما يجي. خليه يجي يقعد ويا المحافظ ويا قائد شرطه. اطلب من وزير داخليه عبد الامير الشمري دا يفتر المحافظات، ما يجي بالكركوك. ليش؟ شنو كركوك صعب؟ ما عنده اهل، ما عنده والله وبالله وتلاقي لو مليون مو مليون ملايين هذا انت ما نطلع منها. اقول له خلي يسمعني وزير داخليه ووزير قائد شرطه كركوك، خلي يسمعني خلي يجي عبد الامير الشمري هنا، خلي يجي هو شخصيا، مو يفتح على جنوب كركوك. ما له سحب، انا اقول لك كلها حراميه عافيه. خلي يسمعني، خلي يجي عبد الامير الشمري هو السوداني هنا يقعد ويا المحافظه. عالم من يروح؟ هذول كله عمال عن 25. 9 دفاتر ما يفتح عمي من عنده 9 دفاتر؟ من عنده؟ هسه اقول لك بيت زنقين وين اكو؟ بيت زنقين حتى اروح اقتله اخذ من عنده. فقير هنا بالخانجه. ايش اسوي عمي؟ وحق شياباتي ما اطلع من هذا المكان. بالقران خلي يسمعني وزير داخليه، خلي يجي هو عبد الامير الشمري السوداني، مو يروح لخيم اربيل والسليماني يفتح. خلي يجي كركوك ما له سحب، هذا الكركوك ما له سحب عمي. انا اقول كلها حراميه. عمي راجعنا ودزينا كباريتنا اللي هم هاي الناس الخشر الخير الحشت قبلي، دزينا عم اسعاد، دزينا كل الكباريه اللي هنا بالعلوه، دزيناهم عم افتهمونا الفيلم، حاكونا اياهم، وصل صوتنا دا يوصل صوتهم، بس ذول المافيات يدفعون فلوس ويسكتوهم، يدفعون فلوس وجايين، الله وكيل ايش تعبنا والله عمي، تعبنا حاكونا، ربربنا شوفونا يا يوميا الصباحيات، الله اكل خبزتي وافكر اخاف يعزون على لوتو. وين اروح عمي؟ انا من اجيب فلوس الايجار داط المرت وجهال 100 حاكيني تعال قول لي عمي انت عايف اهلك وجهالك من الساعه بالثنتين بالليل تقعد الصباحيات الليل، من اجيب لهم؟ شو اوكلهم؟ انت طردتني اجي لك 9 دفاتر يقول لي روح اشتغل عامل عند العالم كذاب عمي، اروح اقتل واسلب وانهب، الله وكيلك ما اطلع شو تريد تسوي؟ الله وكيلك باكر يقولون هم محودنا باكر الساعه الثنتين، الله وكيلك والله ما اطلع يا عمي، خلي يحرقنا انا ومكتبه ما اطلع، انا وهالكنكوات يحرقنا ما اطلع هذا اخر حل. واليوم الصبح قائد شرطه داز جماعه من مركز ازادي يوم الاثنين تغلقون محلاتكم. نخلي صبات، جيب لنا كتاب. يعني كتاب ماكو كتاب راح نغلق محلاتكم. انا هسه حكيت باسم الخان احكي، احنا ترى هنا ما نطلع من هنا. هسه احكي باسمي ورجاء لا تقطع اي كلامي. أنا جاي أعتب، لا أغلط ولا أسب، جاي أعتب. هسه أحكي على حالي. أبسط مثال 25 سنة دراسة، لا راتب عندي ولا هم يحزنون، وأهل الخان كلهم يعرفون عندي بنات معوقات 2 900 ألف بس علاجهن، وأنت تريد مني 9 دفاتر أروح هناك وأنا ما عندي. يعني أنت راح تسد محلاتي وتخليني بالشارع، صحيح؟ يا قائم مقام كركوك، يا محافظ كركوك، يا مدير بلدية كركوك، يا قائد شرطة كركوك، أوجه هذا السؤال لكم. إذا أنا مثلا هاي انسد الخان وبقيت بالشارع، شنو يصير مصير بناتي المعوقات؟ هاي أنا مشكلتي. هسه كل واحد من هذول ماكو عندهم مشاكل،
كل واحد من هذول عندهم مشاكل يكفي أهل العراق. اما احنا نشوف العامه ببغداد. أريد شيء واحد أسأل من الحكومة، رئيس الوزراء. يعني احنا نعرف دائما رئيس وزراء يفتر على المحافظات، ايش عندك مشكلة ايش ما عندك مشكلة، اشو الحدث؟ لا رئيس وزراء لا واحد يجانا من بغداد يزور. عمي تعالوا هنا نشوف الفساد، عمي تعالوا هنا نشوف الفساد، شوفوا الظلم، شوفوا مافيا بكركوك مافيا. شوف أنا كل كلمة أحكي ماكو والله ما خايف من عنده، لأن هي موتة وحدة. أنا إذا طلعوني من الخان والله وبالله وتلا أنا ميت أنا ميت. الله وكيلك هيك دمي يتطشر هنا بالخان وما أطلع. هذا اسمعوا زين، دمي يتطشر بالخان وما أطلع. ها تدرون ليش؟ لأن 9 دفات 90,000 ما عندي. ها كلها تشهد. وعلاج المعوقات مالي 900,000، وكل شهر الداين 400 500. اقول شهر الجاي هذا الظلم ينتهي بمماتي. انا راح اموت والظلم يعني راح ينشال عن خان التمر، لان بوقتها واحد مات 2 ماتوا والظلم انشال. هسه ان شاء الله انا اموت باذن الله تعالى، لان انا ما اطلع من مكتبي حتى لو على رقبتي. والله وبالله وتلا محافظ كركوك، قائم مقام كركوك، مدير بلدية كركوك، قائد قوة شرطات كركوك، والله انتم مو اهم من بناتي اهم منكم ومن اللي جابكم. افتهمتوا؟ هذا اخر كلامي، واني بمحلي الله وكيلك اموت ودمي يتطشر وما اطلع. شيخ هردي دمي يتطشر وما اطلع. بعد كردي بعد كردية. هذا اخر كلامي. احنا اصحاب المحلات قاعد تشوف امام الكاميرا اكثر من 300 واحد واقف، يعني 300 محلات. يابا العلوه اللي طانا الجديده اولا غير قانونيا، 30 قاطع شيء يكفي لهذول 300. هذا اولا. ثانيا كفانا ظلم، كفانا تهديد يوميا، كل يوم 3 ايام يهددونا. اي شخص يجي هنا بالخان خلي يجيبوا وياه كتاب رسمي، يهددنا بكتاب رسمي. لا عندهم كتاب رسمي ولا هم يحزنون. على اي اساس جاي تهددنا؟ هاي 300 واحد واقفين كلهم اصحاب المحلات. اخي ما عندنا لا 9 دفاتر ولا هم يحزنون. اللي يريد احنا اخذنا موافقه من الوزاره، من وزاره البلديات، ماخذين موافقه وخصصونا الارض، راح نبني احنا علوه جديده. هذا علوه غير قانوني اولا. ثانيا 9 دفاتر ماكو بالقانون 9 دفاتر تاخذها من المستاجر. فنحن نفزع رئيس الوزراء، اخر حل كلهم واقفين. رئيس الوزراء يحل مشكلتنا، رئيس الوزراء كفانا تهديد وكفانا الظلم. والسلام عليكم. اما مشكله كمان اما خان خرمايه لتاريخي كركوك وخان خرما بازاري فقير وفقرايا همو فقير كركوك لرناني خواردوا يسا لصالي 1990 هتاكو يسا اما امانو علو كمان بوب كان بس نكابراكي غريب يغانا هاتوا الوكي بغير قانوني رسمي قرتوا مع الاسف بداخه وزور مع الاسف اما سولاني كركوك خويان باباوداري كركوك زاني ما بستمانا مسؤول دبي باوداري ملت كاتن بس معنا والله وتالله وبالله ضدي ملتن چونكي بزانا اثبات دليل سيا هم يعني ببارا قرتوا قايم قامته محافظه مدير بلديته كديته اقر رسانيته سرم ملته قاناني كاتون يسدسيان بسر علوكا قرتوا زورداريه كان ظلم لملتا كان اوانا قرتوا انا وتساكش معلوم كين تيقبراكم يستاب مع الاسف والله متسنزاش لي اذا كانت البتوما او الظلم يستاكري لكاتي صدام حسين نكره وباور كان چونكي او قاتل زنيك ابو مسؤوليك ابو بياويك ابو خسر لقريه كر يستاكواني ومسؤولاني خويا بصاحب كركوك زانن امهم الظلم كاليرا كرتن كسنايه الجواب ناني امهم فقيرا برن بيستحوت قاطعي كردوا مددو صالدو ما عليه نو دفتر بنو صال درتيتن اما اشتكي شرعيني اشتكي لا شرعيه كردوا باشا وبيستحوت قاطع وسي قاطع اي 4000 نفر اي رزقي 4000 نفر دكاني وهي اسا 4 عائله على الاقل رزقي لسريتي دو امانه سيكن فرمو امهم غنزه بشان دواي سيكن مجبورين هم بشتي خرابارون احتمال الله اعلم تلاقيش خرابارون هوار بو ام سولانا بابا وداري ملت كان نقدو جبناتي ملت بكان مع الاسف بويان خويا دانشتونا ناو جور سبليت خويا سير حال ملت كتسيب سراتوا عالميان دارزان خويا انتخاميان اللي بسنت ست هاي يومين صار من الصبح يجينا مركز ازادي، ما نعرف ايش عنده مركز ازادي ويا السوق. احنا نعرف الشرطه في خدمه الشعب، احنا ما عرفنا الشرطه تجي
تعزل الشعب. لو منا يجي يقول المحافظ، يقول لي نوب، يقول لي قائد الشرطه، يقول لي المحافظ معروف يحافظ على امن المحافظه، هو المحافظ يحافظ على امن المحافظه، مو المحافظ يقول اروح عزل المحافظه ولا يقول اروح عزل الدكاكين. ما نعرف هاي شنو. شرطه يقول عزل الدكاكين، محافظ يقول عزل الدكاكين، ما نعرف عليه من مباوع. بدون كتاب. انا طلبت من عنده امر قضائي، يقول انا ما عندي تنبيه من قائد شرطه. قائد شرطه يحافظ على امن المحافظه، لو يجي عزل المحلات الموجوده بخان التمر. ما نعرف هاي شلون شغل. اريد نفهم شنو المغزى. هم دا يشتغلون الواحد، هذا مؤجر العلوه، كلهم دا يشتغلون له. اذا كان يعني الشرطه، واذا كانت البلديه، واذا كانت المحافظه، كلهم يشتغلون لهذا الشخص. ليش ما نعرف هو مؤجر لو قائد بالمحافظه؟ خلينا نفتهم. احنا الناشد قائد عمليات، هسه ما بقتنا بس قائد عمليات يدافع عنه. لون ناشد وزاره الداخليه، لون ناشد السوداني، واحد من ذول الثلاثه بقى حصتنا يمه. بعد احنا ما نقدر اذا على الشرطه نروح، اذا مركز هو مسؤول على امن خان التمر يجي عزل خان التمر، والله ما نعرف ليش. لا يقول له خلي صبات، لو يقول له عزل خان التمر، شلون تعزل خان التمر؟ على اي اساس؟ روح جيب لنا امر قضائي، احنا مخالفين، احنا عندنا قصور، احنا نعزل. متاكد قائد عمليات ما يدز ابو المحافظه ولا يدز الشرطه، بس هذول من يمهم يسوون هاي الشغلات على مود هم يعني ماخذين من المؤجر او المستثمر، ماخذين فلوس ويشتغلون له، كلهم دا يشتغلون لهم. حلات احنا قرارنا ما نطلع. اذا القضاء يطلعنا على راس احنا نروح، اذا القضاء بكركوك يطلعنا نروح للقضاء الاعلى ببغداد. احنا القضاء الاعلى عندنا ببغداد الفايق زيدان ناشده، هسه راح نناشد رئاسه الوزراء ورئاسه ووزاره الداخليه والناس قائد العمليات. ما عندنا غير قائد العمليات بقى بس بكركوك. اذا المحافظ يقول هيك ما عندنا حتى محافظ بعد ما ناشده، بس اذا المحافظ مو وياهم لا ناشده المحافظه مالته. يعني حقكم ولاحيد بس ببغداد؟ احنا حقنا هنا يم قائد عمليات ويم المحافظ اذا مو وياهم المحافظ، وحقنا ببغداد. يعني احنا برا يومين نروح، يعني يوم السبت الاحد نروح لبغداد. يعني هذا اخر صورة؟ هاي اخر. احنا شنو صورة حل؟ احنا 400 محل 350 محل هنايا، هو مسوي له 30 مكتب بالعلوه مالته، 30 محل مسوي. وين نودي هاي العالم؟ شلون راح يشتغلون؟ كتاب ما موجود وكتاب مال غلق ما موجود. يم البلديه اولا تصميم الارض للعمل مال علوه كان غلط. تخطيط العمراني هاي منطقه سكنيه، هو على اي اساس يجي يسويها علوه؟ شلون يصير؟ العلوه يصير مكانه كبير، اقل شيء 40 دونم 30 دونم 7 دوانم، يعني ما يصير اصلا، يصير خنق مروري اذا اشتغلت العلوه. ومنها المحافظه ومنها عندك الجامعات والمعاهد، يصير خنق مروري ما يصير هناك. وهي العلوه مالته صغيره، بعدين المطالب مالته هوايه ما نقدر عليها، لا نقدر نشتغل بعلوته صغيره ولا نقدر نعدي المطالب مالته. المناشدات العالم عزت، اذا هو المستثمر منا ندز وفد من خان التمر يروح يقعد بالمحافظه والمستثمر عليه يلقى قبض في وقتها، ويقعدون ويا المستثمر وهو عليه يلقى قبض وقاعد بالمحافظه. يا اختي هاي حيتان فساد، حيتان فلوس. يعني هاي المحلات كلها المحلات اهليه مو حكوميه حتى يطلعون العالم من عندها. 400 محل كلها جاي يدفعوا لها ايجار، ابو المحل مستفاد من عندها، اللي قاعد من عنده مستفاد من عندها. هاي 400 محل آلاف الناس جاي تشتغل، هاي ابو العربانه وهاي الحمال كلها مستفاد، كلها اهليه مو حكوميه حتى يطلعون العالم من عندها. يعني المستثمر يدفع فلوس وياخذ 9 شدات يعني في سبيل يفتح المحل مالته. ما معقوله هاي المحلات اهليه، احنا هنا جاي ندفع، اللي قاعد بمحل يدفع اجار للاهالي. هاي الاستثمار ما مقبول. يا اما الدوله تسوي لها علوه تابعه للبلديه وبايجار معقول وبشيء معقول، العالم راح توافق عليها. اما موضوع المستثمر ما ممكن ان نتوافق عليه، لان هذا عليه يلقى قبض ويقعد بالمحافظه، ما معقوله هاي الشيء.